اللب يا ابني. ها ايه ده؟ يا ابوي مالكم؟ ايه اللي حصل بس؟ يا ابوي فهموني ايه القصة بالظبط عشان اكون فاهم حتى واقول ايه. مالكش دعوة. ايه ده؟ لا ما شاء الله عليه الراجل ده بيقلد صوت الحمار بالظبط. طب ما مربوطك جنبه ولا انت كده كده مربوط مش هتفرق. خبيته. هو الراجل ده وشه من فوق ولا من تحت ولا ايه القصة؟ مالكش دعوة. كل ده عشان شفت فار؟ ده فار لعبي، امال لو جابوا لك الفار الاسود اللي بيجري في الشوارع عندنا كان عملت ايه؟ مش كد الزراعة داخلها ليه؟ وانت عارفاش ان انتوا بتشرحوا فيران ومضاعف ومش عارف ايه ومرر ضافح هو الله يقرفكم. يعني الواحدة مننا تحط ميك اب ب 5000 جنيه عشان تنزل تقابل راجل مفيش في جيبه غير 200 جنيه. الدرجة دي كمان؟ يعني في الاخر طلع كله ميك اب على كده وكله شغل تقليد مش اصلي. 5000 جنيه وانزلي راجل لراجل. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. شابوا عليك يا ابو الصحاب، ما توفري صح للكلام ده كله وقبلها راجل الراجل، يعني معناته انتوا من غير الميك اب ولا تسوى. الاختراع دي توك توك بس على شكل طيارة، او ده ممكن يطير طير على كده في الناس وممكن يفرفق البيوت، بس انتوا ما تتخيلوش منه يعني ان هو هيوقف في مكان معين، ده ملهوش مدار يا باشا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تتابعونا وتصلوا على النبي في التعليقات عشان يوصلكم كل جديد.